لو ما شفتش الجزء اللي فات من حكايه بطلنا شياو هسيب لك اللينك تحت في صندوق الوصف، روح شوفها الاول وبعدين تعالى كمل. اما بقى لو انت من الناس اللي شافوا الجزء اللي فات فيلا بينا على الجزء الجديد. بنشوف بطلنا شياو بعد كده واللي بيكون نايم على السرير ومربوط بحبال كتير، وبيكون في بره بوابه قرمزيه وده معناه ان الوحوش هتخرج منها دلوقتي. فبيفكر شياو ما بينه وما بين نفسه ان لازم يخرج من هنا في اسرع وقت، بس لازم الاول يفك الحبال اللي هو مربوط بيها. وبيلاحظ ان في مقص على الترابيزه اللي قدامه، فبيقوم يروح ناحيته ويقص الحبال ويحرر نفسه، بس بيكون اتاخر ساعتها والوحش بيبقى واقف وراه وبيقتله على طول. وبنشوفه لما بيفوق تاني بيلاقي نفسه لسه نايم على السرير ومربوط بالحبل، وكل ده كان تنبؤ بالعشر دقايق اللي هيحصلوا في المستقبل. بيقول لنفسه ساعتها ده مش سرير عادي، في وحش تحت السرير ده وانا مش هقوم من على السرير، وبكده الوحش مش هيقدر يهاجمني خالص. بس اكيد مش هفضل على السرير ده طول حياتي. وبيقعد يعيط لان ما عندوش فكره يقدر ينفذها خلال 10 دقايق ومش عارف يعمل ايه. بس فجاه بتجيله فكره وبيفكر في شكل الوحش واللي بيكون شكله اسود تماما. وبيقول ساعتها ان الكائنات الغريبه دي اتخلقت من النار وهم 3 اشكال، والوحش اللي تحت ده مش واحد منهم، ومعنى كده ان الوحش ده مش غريب، ده مجرد حيوان عادي بس مصاب بمتلازمه الشياطين. وفي الحاله دي بقى انا اقدر اتعامل معاه عادي. وبينزل من على السرير وبياخد المقص بتاعه يفك بيه الحبل، بس برضه الوحش بيطلع وبيهجم عليه. وبتطلع المره دي كمان تنبؤ بالمستقبل، وشيو بيستنتج ساعتها ان الوحش مش بيهجم عليه غير لما يشوفه بس. وبيجيله فكره ساعتها انه يفضل مرتفع عن مستوى السرير ويوصل للباب ويهرب منه. وبيبدا فعلا ينفذ فكرته وبينط من السرير للكرسي، بس المشكله اللي جايه ان الترابيزه بعيده جدا عن الباب ومش هيقدر يفتحه من غير ما ينط على الارض. بس لحسن حظه بيقدر يفتح الباب ويخرج من غير ما الوحش يشوفه، وبعد ما بيطلع من الاوضه بيقفل الباب وراه على طول. واول لما بيطلع بيقابل وحش تاني في وشه بيقول له اجيب لك فرع عشان تاكله، وبيفضل يضحك عليه. شياو في الوقت ده بيتسمر مكانه من كتر الرعب وما بيبقاش عارف يعمل اي حاجه. بتتضايق منه في الوقت ده وبتقول له انت مش بنتي، وبترميه من فوق المبنى. وطبعا كل ده بيطلع تنبؤ بالمستقبل، وشياو لسه واقف مكانه على الترابيزه وبيحس بالاجهاد العقلي شديد جدا. وفي وقتها بيبقى محتاج يرتاح ساعتين على الاقل عشان يقدر يكمل في اللي هو بيعمله. وبيحاول يهدي نفسه ويكمل طريقه، بس في النهايه مش بيقدر يسيطر على نفسه وبينهار على طول. واثناء ما هو قاعد يفكر بيلاقي دفتر على الترابيزه قدامه، وبيكون مذكره البنت الصغيره صاحبه الاوضه. بيفتحها فعلا في الوقت ده وبيبدا يقرا فيها، والبنت بتكون كاتبه فيها ان هي بتحب امها جدا، وبتقول انها عائله سعيده مكونه من 4 افراد، بس هما في الحقيقه بيكونوا 5 عشان القطه بتاعتها اللي بتحبها جدا، ولما تكبر وتشتغل هتجيب لها كل اكل القطط الجميل. وبيفضلوا عايشين عائله سعيده لحد ما الجد بيمرض، وبيفضل مرضه يتطور مع الايام لحد ما بيدخل المستشفى. وساعتها العائله كلها كانت حزينه وفضلنا نعيط لدرجه ان جدتي ضربتني لاول مره في حياتي. وبعدها في يوم 21 يونيو بيكون بقالهم 1.5 سنة ما راحوش المدرسه، لان جدتهم كانت شايفه ان الاطفال مش محتاجين يروحوا الحضانه عشان يوفروا الفلوس عشان يشوفوا جدهم. ده غير كمان ان امها بتفضل عاطله عن العمل لمده 1.5 سنة لانها بتكون عماله تراعي الجده. والنهارده يوم 1 مارس شفت امي وجدتي بيتخانقوا لاول مره في حياتي، وانا بدات احس ان مش بحب البيت ده، وكمان مش بحب شكل امي وهي زعلانه ولا مزاج جدتي اللي بيبقى سيء، وجدي كمان اللي طول الوقت بيقعد يكح. بس لحسن الحظ ان انا معايا بقعه شمسيه هنا. وفي يوم 28 مارس بيخرج جدي من البيت في السر ومع علبه دواء، وجدتي بتصرخ وهي بتقول له المفروض ما تاخدش من الدواء ده، وهو كمان بيرد عليها وبيقول لها انه بيحب العيله دي جدا ومتردد انه يروح الجنه ولا لا. بيقلب شياو الصفحه في الوقت ده بيلاقي البنت كاتبه ان عيد ميلادها السابع قرب خلاص، وهي عايزه تحضر مفاجاه جميله لعيلتها. وبيكتشف ان دي اخر صفحه في المذكره والدفتر بعد كده فاضي. بيقعد شياو يفكر هو ايه اللي حصل مع العيله دي، ويا ترى ليه بقيت الدفتر فاضي كده. بيستنتج ساعتها ان شبح البنت اللي تحت السرير هي بنت شبح الست اللي واقفه بره، واللي بتكون ماتت لسبب مجهول، والهوس اللي عندها ببنتها تحول لشبح. بيفضل يفكر في طريقه يتعامل بيها مع الشبح ده، وبيتنبأ بنتائج كل فكره فكرها في دماغه. بيفكر الاول انه يمثل عليها انه بنتها، وبعد كده يقول لها ان عنده ميعاد مع اصحابه وعايز ينزل يلعب ساعتين وبعد كده يهرب في الشارع، ولا يقول لها انه عايز اكل ولما تجيب له يقول لها الوقت اتاخر وانت تعبت النهارده، ايه رايك تخشي ترتاحي شويه. بتقف مذهوله قدامه شويه، وساعتها شياو بيبدا يخاف لانه حس ساعتها انه عك الدنيا، والوحش اكتشف ان هو مش بنتها. بس فجاه بتاخده بالحضن وبتفضل تعيط وهي بتقول له كبرت يا بنتي وبقيت تحس بتعب امك. وشياو ساعتها بيكون واقف ومرعوب على الاخر. بعد كده بيمسكها من ايدها عشان ياخدها للغرفه تنام، وبيلاقي حبوب منومه على الترابيزه، فبيستنتج ان هي كانت بتاخد الحبوب دي قبل ما تنام. فبيروح ياخد العلبه في الوقت ده وبيقول لها خدي واحده عشان تعرفي تنامي كويس. بس المفاجاه هنا بقى ان هي بتقول له ان هي عمرها ما استخدمت حبوب منومه، وبتساله العلبه دي بتعمل ايه في اوضتها. بيقول شياو لنفسه في الوقت ده هي هتفتكر الوقت، وفعلا بتفتكر وبتقول له ايوه انا افتكرت. وبتفضل تصرخ في الوقت ده وبتقول له يبقى انا مت والطفله بتاعتي ماتت. وفي الوقت ده بتفضل تقول له بصوت عالي انا عايزه بنتي هي فين، وبتفضل تعيط لحد ما بيغمى عليها وبتقع على الارض. بنشوف شياو بعد كده وهو قاعد في الاوضه ومرهق جدا بعد كل
كل الاستنتاجات دي لانه استهلك قوه كبيره جدا من قوه عقله. بيحس بألم الام في الوقت ده وبيقول انا مش لازم استسلم، كفايه صاحبتي اللي ماتت الاسبوع اللي فات، انا لازم دلوقتي انقذ ام البنت الصغيره الجميله دي حتى لو كانت شبح فهي ام لسه. وبيخرج من الاوضه وبيقفل الباب وراه في الوقت ده وبيقول لها انت تعبت النهارده، خليني احضر انا العشاء. وفعلا بيدخل المطبخ وبيعمل اكل ليه وليها وبيقعد قدامها وهو بيقول لها يلا نتعشى مع بعض. والغريب في الموضوع ان بطلنا بيكون مبسوط على الاخر كانه بيتعشى مع امه فعلا. وبيلاحظ وقتها ان اوضه البنت الصغيره كانت مليانه بالغبار عشان امها ما قدرتش تزورها من زمان، ومش من المفروض ان هي تشوف المذكرات اللي بطلنا شافها في الاوضه. وبعدها بياخدها علشان تنام وبيقول لها تصبحي على خير يا امي وانت بطلتي المفضله وبحبك جدا. بترد عليه في الوقت ده وبتقول له انت لطيفه جدا يا بنتي وانا بحبك، وبتروح في النوم. وبعد ما بيخرج وبيقفل الباب في الوقت ده بيبدا يوبخ نفسه انه متعاطف مع شبح، بس في النهايه هي دي طبيعه البشر. وبيروح علشان يفتح الباب ويخرج من الشقه، بس بيفكر ان ممكن يخرج بره يلاقي وحش تاني مستنيه. علشان كده بطلنا شياو قرر يشغل وضع الاستنتاج قبل ما يخرج بره. واول ما بيشغله بيشوف قدامه شبح بنت جميله وبتقول له ممكن تساعدني؟ خرجني من هنا لاني محبوس هنا من فتره طويله ومش لاقيه جسمي. بتتحول بسرعه وبتقف قدام الباب، ولما بيحاول شياو يجري من قدامها بتقول له انت كمان مش لاقي جسمي يبقى مش هتخرج من هنا، وبتعلق الظل بتاعه على الارض. بيرجع بطلنا شياو للواقع وبيكون واقع على الارض، وبيقول لنفسه الشبح ده اكيد هيفضل يطارده طالما هو عايز يخرج من هنا. علشان كده بقى لازم بطلنا يلاقي جثتها قبل ما يفتح الباب. بس الغريب ان هو خش اوض البيت كلها ما شافش جثتها دي في اي مكان خالص. بيفتكر في الوقت ده شياو ان في اوضه نوم في الاخر كده هو ما دخلهاش اساسا. ولما بيروح للاوضه ويفتح الباب بيتفاجئ بالجد قاعد على السرير وعمال يكح وبيقول انت رجعت يا شيان. وبيشوف شياو جنب صوره جماعيه للعيله كلها، وبيعرف في الوقت ده ان الجده هي اللي جابتهم كلهم هنا وحبستهم في المستودع، وكانت فعلا بتضحي للشيطان الشرير عشان تنقذ الجد ده من المرض المميت اللي عنده. وبعد كده بيسالوا الجد مين انت وفين مراتي؟ كانت قايله له ان هي راحت تجيب فريق الصيادين ومن الصبح راحت وما رجعتش. فبيعرفوا شياو بنفسه في الوقت ده وبيقول له انا من فريق الصيادين، وكمان خدت عموله من زوجتك عشان الاقي البنت الصغيره، ولحسن الحظ انا عارف مكانها فين. فبيدوا الجد كل الفلوس اللي معاه وبيقول له انا عارف ان عموله الصيادين عاليه جدا بس ده كل اللي معايا، ولو عايز زياده كمان انا ممكن اتصرف، بس المهم تلاقي حفيدتي. احنا كنا عيله سعيده لحد ما اتصبت بالسرطان من كام سنه، وساعتها زوجتي بدات تعمل تصرفات غريبه والناس كانوا بيقولوا عليها مجنونه، وانا ساعتها حاولت انتحر بس هي مسكتني ومنعتني من الانتحار. بيفتكر شياو في الوقت ده ان هم 5 مش 4، بيقول كده اللي تحت السرير ده القطه بتاعه البنت الصغيره. اما بالنسبه للبنت اللي طلبت منه انه يخرجها من هنا هي بس مجرد شبح تيان، وظهرت له في صوره شابه كبيره، وده بسبب ان كان عندها هوس بانها تكبر بسرعه. وبيروح يفتح للبنت الباب وبيعرف ان شبح القطه موجود تحت السرير لانه كان محبوس هناك، وبتقول له البنت انه دلوقتي افتكرت كل حاجه، وانها لما دخلت تدي لجدتها هديه عيد الميلاد كانت بتطلب من تمثال غريب ان هو يستدعي كل الارواح الخارقه عشان تنقذ جدي. ولما انا دخلت هناك عيون التمثال بدات تنور وجدتي استغلتني عشان جدي يخف. وبيقع الشبح على الارض وبترجع البنت الصغيره لطبيعتها، واول ما بتفوق بتسال بطلنا شياو اذا كان ساعد جدها ولا لا. بيرد عليها شياو وبيقول لها ادخلي وشوفي بنفسك. فبتجري البنت بسرعه على اوضه الجد وبتقول له بحماس ازيك يا جد انا رجعت للبيت تاني. ولما البنت بتلمسه في الوقت ده بتكتشف انه مات اساسا. وبيشوف شياو في الوقت ده روح الجده وهي جايه عليهم، وبتقول له تخيل اننا متنا في نفس اليوم ونفس الشهر ونفس السنه كمان، ودلوقتي بقى انا ما بقتش خايفه من الطريق للعالم السفلي. وفجاه بتلمع السلسله اللي هو لابسها وبتسحب الاشباح، فبيعرف ان ليها قدره سحريه فعلا. وبعد شويه بتظهر قدامه شبح الام وبتقول له خد بنت طلعها من هنا وخلي بالك منها، وانا في المقابل هديك هديه هتحتاجها جدا، وبعد كده بتختفي. فبيقف شياو في مكانه وبيفكر في مساله الموت والحياه وقد ايه الحياه قصيره وممكن يموت في اي وقت، وساعتها هيقابل امه اللي وحشته جدا. وبيفرح انه خلاص كل حاجه انتهت، بس لسه في حاجه مش مفهومه، زي مثلا مين اللي عايز الاشباح تاكله عشان كده رماها هنا. بس بيحس بالتعب الشديد والانهاك العقلي في الوقت ده، وبيبقى لازم ينام شويه علشان يرتاح ويستعيد قوته. وفعلا بيدخل الاوضه وبينام لعدد ساعات مجهول، وبيصحى بيلاقي البوابه مفتوحه قدامه وبيتخض جدا وبيقول انا لازم اخرج من هنا بسرعه. فجاه بيلاقي الباب عمال يخبط وواحد صوته مرعب جدا بيقول افتح يا ماي انا عارف ان انت جوه. فبيفكر شياو ان ام البنت اسمها ماي، وبيخمن ان ده ممكن يكون جارهم مثلا ورايح ناحيه الباب عشان يشوفهم. بس بيرجع في نفس الوقت يفكر ويقول ايه اللي هيجيب واحد من جيرانهم هنا في نص الليل. وبيبدا يبص شياو ساعتها من العين السحريه، وبيقول له الوحش انه شايفه وبيتكون جوه عينه عيون كتير صغيره، وده بينتقل لبطلنا شياو على طول. بس كل ده بيبقى استنتاج للي هيحصل، وبنشوف شياو وهو رايح ناحيه الباب بعد ما عرف ان اللي بره ده شبح. بس لحد هنا يا ابطال تكون حلقه النهارده خلصت. فلو وصلت لحد هنا بقى يا بطل ما تنساش تعمل لايك وكومنت رايق زيك كده، وتشترك في القناه عشان يوصلك كل جديد. يا ترى بقى ايه اللي هيحصل مع بطلنا شياو، وهيتصرف ازاي مع الشبح ده، وهل فعلا هيقدر يلاقي حل ان
ان هو يهرب منه ولا لازم يواجهه. كل ده واكتر هنعرفه في الحلقات اللي جايه. ما تنساش بقى يا بطل تعمل اللي انا قلت لك عليه في الاول عشان يوصلك كل جديد، وما طولش عليكم اكتر من كده. اشوفكم الفيديو اللي جاي. سلام.